أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم شوربة الدجاج بالكريمة والشوفان. طبعا الشوربة دي مرة لذيذة، إذا حبيتوا تستخدموا مثلا موية عادي، إذا حبيتوا مرق الدجاج أو مرق اللحم الشيء اللي يناسبكم. أنا بالنسبة لي استخدمت مرقة اللحم. في البداية حطيت زيت زيتون، بعدين أضفت البصل وقلبت البصل معايا لين ما شقر على خفيف، وبعد كذا راح أضيف الدجاج. قطعت الدجاج قطع صغيرة وأضفت الدجاج، أقلب الدجاج إلين ما يستوي معايا تماما. طبعا حيقلب على اللون الأبيض، بعد ما يستوي معايا الدجاج راح أضيف البهارات. البهارات عبارة عن كمون وكزبرة وفلفل أسود. أضيف شوي من الملح أو إنكم تضيفوا ماجي. أقلب المكونات تقريبا دقيقة ما كثر. بعد كذا أضفت شوية من الملح، وبعد كذا راح أضيف الشوفان. حطيت تقريبا 3 ملاعق من الشوفان. إذا بغيتوا الشوربة ثقيلة زيدوا كمان 4 ملاعق 5 ملاعق على حسب ما تبغوا. أقلب. بعد كذا راح أضيف من المرق. أنا أضفت هنا مرقة اللحم، سلقت اللحمة من غير أي إضافات، وطبعا حطيت بعدين المرق على الشوفان لحد ما تبغوا كثير تبغوا قليل على حسب ما تبغوا، بهذا الشكل. بعد كذا أضفت ماجي، ربع حبة ماجي لأني أنا حطيت ملح، وبعدين حطيت الذرة وقلبت المكونات تقريبا 3 دقائق. طبعا الشوفان حيستوي معاكم بسرعة. وبعد كذا أضفت كريمة الطبخ. إذا بغيتوا قلت لكم موية بدل المرق، فهذا شيء راجع لكم. سووا الشوربة